اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة جديدة من وصفات روز. الوصفة النهاردة سهلة وجميلة وبسيطة، والمكونات بتاعتها من المكونات اللي انت بتستخدميها يا حبيبتي في مطبخك، كلها سهلة جدا. وانا ان شاء الله باذن الله اعوذ بالله من كلمه انا ببسط لكم المعلومه، بحيث لو انت مبتدئه او اول مره تعملي حاجه وتدخلي المطبخ ما تخافيش، جمدي قلبك، ادخلي بكل حب وبكل ثقه وجربي الحاجه، هتطلع معاكي ناجحه ومن اول مره. امشي معايا بنفس تركاتي وبنفس حركاتي، هطلع لك الحاجه باذن الله ناجحه وجميله. الحاجة اللي جاية اعملها النهاردة قولوا لي ايه هي بقى وحذروا معايا كده. انا جبت النهاردة كوباية عسل من عسل اسود، وبدأت اجيب تلات كوبايات ونص من الدقيق، طبعا الدقيق منخول، عليهم بضاية. البيضة بتاعتي بيضة، طالما ضفت الوصفة بتاعتي بيضة زي ما احنا متعودين او زي ما انا معوداكم في وصفاتي، يعني فانيليا. رشة فانيليا سواء كانت سايلة أو بودر، المتاح عندك حطيه. نص معلقة بيكنج باودر، وكمان حطيت نص كوباية من الزبدة. المتاح بقى عندك في المادة الدهنية تقدري تحطيه. نص كوباية زبدة متاحة عندك تقدري تحطيها اوكي. نص كوباية سمنة او زيت، او زيت حاجة منهم، يعني سمنة او زيت او زبدة. حطي بس نص كوباية، الموجود عندك حطيه وما تخافيش وما تقلقيش. بعد كده هحط رشة بسيطة جدا من الملح، ودي مكوناتي. المكونات سهلة وبسيطة وموجودة في أي مطبخ، وفي كل مطبخ وانت بتشتغلي هتقدري تطلعي أحلى كوكيز. يبقى المكونات هقولها لكم تاني: كوب من العسل الأسود أو كوباية، حبة من البيض، نص كوباية من الزبدة، ورشة من الفانيليا، تلاتة ونص كوبايات من الدقيق، وبعد كده رشة من الملح، ونص معلقة بيكنج باودر. اوعي تنسي البيكنج باودر، بس ما تكتريش، نص معلقة بس على الوصفة دي. حابة بقى تضعف الكمية ضعفيها، حابة تقلليها قلليها، اقسميها نصين وقلليها. انا بلم العجينة زي ما شفتوا كده باطراف صوابعي بس، انا مش عايزة في العجينة دي عجن، انا عايزة المها باطراف صوابعي بس، مش اكتر ولا اقل. العجينة بتتلم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والمكونات بتاعتها بتطلعها كأنها قطعة زبدة انا ماسكاها في ايدي. العجينة ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميلة جدا، لا بتلزق ولا هي سايبة او سايلة زيادة عن اللزوم. انا عايزاها الملمس اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. كده متفقين؟ لغاية كده سهلة وجميلة وبسيطة عندي بقى شوكولات شيبس، هبتدي ان انا احطه في الطبق بتاعي، واعمل ابتدي بقى ان انا اكون العجينه بالشكل اللي انتوا عارفينه ككوكز دايره كده، وبعدين احطها في الشوكولات شيبس على الوش بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي مدهونه برضو بالماده الدهنيه بتاعتي، زيت سمنه الموجوده عندك، بس دهين الصاج يعني حاجه خفيفه عشان ما يلزقش مني في الصاج بتاعي. وببتدي بقى امسك الكميه بتاعتي واحده ورا التانية لحد لما ابتدي اخلص الكميه بتاعتي. لغايه كده الوصفه سهله جميله بسيطه، لو مبتدئه او اول مره تدخلي المطبخ هتدخلي وهتطلعي احلى كوكيز. ببتدي اعمل كده لحد لما اخلص الكميه بتاعتي. ال- الكوكيز ممكن تقدري تفتحي مشروع صغير خالص، اطباق فبر صغيره وبتبتدي او متوسطه، وبتبتدي تحطي فيه الكميه بتاعتك، وبتبتدي تسوقيها او تنزليها في مكان، بتعملي مشروع جميل صغير بسيط هتقدري تربحي منه وربح جميل جدا منه. شوف شكلها عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله. العجينه ما تكبريش الحاجه قوي، ولا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي، انا عايزاها الحجم الوسط ده. الله، الصاج بتاعي دلوقتي خلص او الصينيه بتاعتي خلصت. ببتدي احطها في الرف الاوسط، درجه حراره 160. 160 يعني تقريبا، يعني خليها نار وسط احسن. لو مش عارفه او مش عندك تايمر في البوتاجاز بتاعك، خليها على نار وسط.
وبتاخد بس حوالي 10 دقايق من تحت. بولع الشواية حوالي 3 4 دقايق برضو من فوق، بتطلع معايا احلى كوكيز موجود. واعملي بقى كوباية شاي، واقعدي بقى استمتعي باحلى حاجة، وخلي اللي حواليكي يستمتع باحلى حاجة من عمايل ست الكل، اللي هتفرحهم وتفرح كل اللي حواليها باحلى مكونات وابسط مكونات. تقدري تعملي احلى كوكيز في البيت. الوصفة بتاعتي سهلة بسيطة، واللي وصل لغاية هنا بقى ما ينسنيش بكلمة حلوة ودعوة حلوة من قلوبكم الحلوة، وتعملوا لي لايك واشتراك عشان الفايدة تعم الجميع. ولو محتاجين مني اي سؤال او اي حاجة سيبولي في التعليق، وانا هرد على كل تعليقاتكم بفضل الله ان شاء الله، بإذن الله. وربنا يقدرني يا رب واكون وصلت لكم المعلومة، ولو تقدروا تستفادوا مني ولو معلومة حتى، او تطلعوا مني ولو بمعلومة بسيطة. بوريكم شكله ما شاء الله مستوي من جوه، جميل من تحت، مستوي من تحت ومستوي من فوق، ما شاء الله تبارك الله. وكان بقرمش، القرمشة بتاعته كانت جميلة، ولا هو طري ولا هو معجن، والمقادير مظبوطة جدا. امشي بنفس المقادير اللي قايله لك عليها حبيبتي، هتطلعي احلى كوكيز. وبألف هنا يا رب وشفا على كل اللي كان له نصيب واكل منها. واستودعكم الله.